مدام مدام ماري. ماري كنت بحبها قوي. طب شو رأيك هيك تتوجه بكلمة لمدام ماري على الكاميرا؟ عايز اقول لها ان انا بحبها جدا وان ليها فضل كبير قوي عليا، وان عمري ما هنسى مجهودها معايا وتعبها معايا، وليها معزه خاصه جدا عندي عمري ما هنساها. عن جد؟ اكيد. مدام ماري. يعني لحظات مؤثرة. أهلا وسهلا فيكي مدام ماري، تفضلي. عملتوها لي النهارده فاجأناك ايه الليلة؟ تفضلي مدام ماري. نسينا الكورونا ونسينا كل قد شيء. ايه صار لكم مش شايفين بعض؟ سنين. ايه في سنين. وشو حسيتي هيك انا بونسوار؟ قلت لي بونسوار بونسوار. كنت فعلت. اكيد لحظات هيك مؤثرة اكيد. لا مع بدي اخبركم شغله صارت معنا وهي ما بنسيها بحياتي. قمت قلت له يا محمد ما بيكفي انه عم تتعلموا فوكاليز، لازم تعرفوا تقروا النوتات. ليه؟ لانه يلي ما بيقرا النوتات ما بيوصل على النجوميه. هي كمان بحب اقولها لكل الفنانين يلي ما بيعرفوا يقروا نوتات، بدهم دغري يعملوا فيديو كليب وكذا وما مزبوط. مظبوط. ايه قمت علمته السولفيج. السولفيج قراءة الموسيقى كلها، وعلمته يغنيهم مع الاكومبانيومون كثير مهم، انه بيرافق التلميذ على البيانو، ما هيك؟ ايه عجبته القصة. شو عمل؟ بس ليه كان يضرب حاله بالأوضة؟ ما جوستومون هي اللي بدي خبرك عليها. عجبته القصة، لقى شيء بلش يحس بالفن مزبوط. أنا كتير كنت مبسوطة. هونيك يوم صاروا الشباب بدقوا شو بدك بالفوكاليز وبالهيدا، تعال بدنا نروح نسهر هونيك بالأوضة السهرة. ايه شو عمل؟ فات على الاستوديو، قفل الباب، تتذكر؟ فاكر طبعا. وبده يسمع لي اياها تاني يوم على بيرفكسيون. قعد درسها. انا من هون قلت انه هالصبي بده يروح لبعيد. وفي برلين. ايه بالفعل. خلاوي وين يس. صار؟ في السعوديه. ما بيغني. بس انا من فتره شغل والده، أوكي. وبعدين اتجه للبيزنس اكتر، وبعدين من وقت للتاني بيرجع يعمل حاجه، ويعني مش مركز قوي في الموضوع. هوايه يعني. هوايه بالظبط. بشار كمان ما عمل لا بشار في الخليج مكسر الدنيا والله. احنا خد بالك سوقنا في مصر ولبنان غير سوق الخليج. يعني بشار كل سنه ليه مسلسل في رمضان وبقى بينتج. لا بشار ما شاء الله شغال كويس جدا. وصوفيا قبل سنتا عم نشوفها، كانت ضيفتي مش من زمان ببرنامج بلبنان. سنتا صارت ممثله، ترك ما بتغني بس ما صارت بطله تمثيل، بيعطوها ادوار ثانيه، بس بقى ادوار بتعلم صراحه. حته البطله ومش بطله دي انا عمري ما فكرت فيها. حجم الدور. المهم الدور يبقى عامل ازاي. صوفيا المريخ لسه مقرره ترجع من سنه اللي كنا بنتكلم، لانها كانت اتجوزت، هي عايشه في المغرب، اتجوزت وقررت ترجع من سنه الفن. الزواج والارتباط بيأخر المسيره طبعا. الزواج بيبهدل كل حاجه. البتنجان طب استنى بس، كام واحد متجوز؟ دول 2 متجوزين ودول عزابي. طيب ايه رايكم في الجواز بامانه؟ بيجنن. كذاب جدا من كلمه بيجنن بالمتعه دي، كذاب جدا مع الاكسبريشن. ايه باين بجن. بردش اصلا. ما عم بيعطي تصريح على الايام عصام. فلا لحد لصوفيا. بهاء الكافي. بهاء الكافي بهاء برضو كمان تركت. لا اتجوزت وخلفت، وبعدين بتشتغل من وقت للتاني برضو كهوايه، لان برضو الجواز والخلفه فات الميعاد يا ومريم عطله. مريم عطله شغاله كويس جدا، شغاله مركزه في شغلها. ارتبطت بالمذيعه المصريه ميرنا الهلباوي. يس. قبل ما ترجعوا تنفصلوا عن بعض. تركتوا ورجعتوا كذا مره، ليه انفصلتوا؟ هي ميرنا من صحيح انفصلتوا بسبب هاي الصوره؟ لا كنا تركنا هنا خلاص. اكيد؟ اكيد.
لانه في ناس قالوا ان لك نشرت صوره مع ميرا ميخائيل اللي كانت تجمعك فيها قصه لا. حب الاكاديميه. ميرنا مش كده خالص. استمرت 3 سنوات وانتهت بسبب اختلاف الدين. وقلت اشمعنى رونالدو؟ كان بعده رونالدو راجع على مانشستر يونايتد. كنا بنهزر. ميرنا بتهزر هزار مهبب في 60 نيله. لا كنا اولا كنت سبت ميرنا، انا وميرنا صرنا بعض، وبعدين ميرنا مش العقليه دي خالص. أوكي. يعني ميرنا انا لما اخترت واحده تبقى عقلها زي انا اوبن مايندد وما عنديش مشكله يبقى لها اصحاب ولاد، وهي ما عندهاش مشكله يبقى لها اصحاب بنات. أوكي. تمام. ميرا متجوزه ومخلفه واحنا اصحاب ومفيش اي مشاكل. طيب. هو احنا دايما بنفسر ان علاقه الراجل ببنت ما ينفعش غير تبقى في حاجه بينهم. لا بس انت اليوم اشمعنى رونالدو؟ ما انت عم تلطش. إيه، لأن كان ولو لا. بعدين انت كيف بس تمزح هيك وميرا مجوزه؟ لان كان ترند ساعتها رونالدو، فكنت بهزر. انا اي بص انا مع الضحك. اي حاجه اهزر بيها. انا الضحك ما عنديش فيه قوانين، حلو. والبنات مش بتحبه. بتموت فيه. احنا كنا بنخرج من الاكاديميه يعني البنات احنا هوا. احنا مش موجودين يعني احنا الكوبايه دي. مفيش، مش موجودين والله. كلهم احمد ونقول انا صح. مفيش انا يا معلم، مفيش. انا اللي ربحت. احنا مش ما ربحتش. هو احمد كان البنات هيموتوا عليه. مع مين بعدك صحبه من ستارك 1؟ احنا هول كلنا. هن كلهم، سمي لي اياهم كلهم بعدك تتذكر؟ نعم كلنا عندنا على الجروب على الواتساب، بس بنتكلم عنده كلنا على الجروب على الواتساب. بس طبعا اقرب واحد بشار. بشار بعده؟ نعم كل اسبوع بنتكلم ونقعد نهزر ونضحك، ولو في حاجه بشار حبيبي. وتشوفوا طبعا لما بيجي في مكان انا فيه طبعا بشار من الناس اللي بتقابلهم في حياتك مره. خلص يعني هو احكي. احمد الشريف كان عنده فرصه يكون نجم كبير، شو صار معه؟ قرر يعتزل الفن فتره عشان الدين، وبعدين رجع تاني. وصارت صعبه عودته. صارت صعب عودته يعني. زي ادهم تقريبا. ايه ادهم عمل نفس الموضوع. بس ما اخذ ضجه. ما اعرفش. بس مثلا يعني بس يعني احمد الشريف بس خرج من ستار اكاديمي عمل كم غنيه خلص كسر الدنيا. احمد شريف لو كان كمل ما كانش وقف في الوقفه دي، كان بقى من اهم أنا معك. من اهم 10 في الوطن العربي. ما انا معك. يعني احمد كان عنده كاريزما وصوت وشاب حلو. والبنات مش بتحبه. بتموت فيه. احنا كنا بنخرج من الاكاديميه يعني البنات احنا هوا. احنا مش موجودين يعني احنا الكوبايه دي. مفيش، مش موجودين والله. كلهم احمد ونقول انا صح. مفيش أنا يا معلم، مفيش. انا اللي ربحت. احنا مش ما ربحتش. هو احمد كان البنات هيموتوا عليه. فاحمد لو كان كمل، بس احمد كمان انا اعتقد انه مش صعب العوده. مفيش، انا ده عمري ما بشوف حاجه صعبه، بس هو دايما محتاج انت تخطط وتشوف هتعمل ده.